هل سمعت يا عمر بما حدث معي بالأمس في المدرسة؟ وماذا حدث يا سلمى؟ أثناء اختبار اللغة العربية طلبت مني زميلتي هند أن أغششها في الامتحان. يا إلهي، وكيف تصرفت يا سلمى؟ طبعا رفضت، فالغش حرام، لكن لما رفضت ذلك اتهمتني هند بأني سرقت أقلامها وشهدت معها إحدى صديقاتها زورا. يا إلهي، السرقة؟ نعم يا عمر، لقد كان موضوعا ضخما، لكن الله تعالى أظهر براءتي. الحمد لله. ولكن كيف ذلك يا سلمى؟ إحدى التلميذات رأت هدى وهي تضع أقلامها في حقيبتي أثناء انشغالي بحل الامتحان، فأخبرت المعلمة بذلك، فعاقبت هندا وصديقتها وحرمتهما من الامتحان. سبحان الله، هذا الموقف يا سلمى يشبه موقفا لصحابية جليلة اتهمها بعض الناس بتهمة كبيرة جدا. ماذا؟ يتهمون صحابية جليلة؟ نعم يا سلمى، لكنها صبرت وتحملت الأذى حتى أظهر الله تعالى براءتها. الكثير من الناس يتهمون غيرهم بالباطل، لكن الله تعالى لابد أن يبين الحقيقة ويظهرها للناس. صدقت يا سلمى. وماذا أيضا عن هذه الصحابية الجليلة؟ كانت من أعلم الصحابة بدين الله تعالى، وروت الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ياه، وكيف سمعت كل هذه الأحاديث؟ لأنها إحدى أمهات المؤمنين يا سلمى. هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل هي أحب زوجاته إليه، وكانت في غزوة أحد تسقي المسلمين وتداوي الجرحى. ياه، إنها رحيمة جدا. طبعا يا سلمى، بل استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاهد في سبيل الله. ماذا؟ تجاهد؟ وهل سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا يا سلمى، ولكن أخبرها أن جهاد النساء هو الحج. عظيم، لكن من هي يا عمر؟ إنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، إنها سيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.